خوتي وخواتاتي، السلام عليكم. معكم يونس من قناة كريبتو بالدارجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله بصحة جيدة. كنتمنى ان المورال طالع، كلشي ناشط، كلشي فرحان. بعد ما شفنا اليوم بزاف ديال العملات من البارح اليوم نشوفوا بان الخضورية هي اللي مسيطرة على المارشي. كنتمنى ان الاخوات والاخوان شوية طالع لهم شوية المورال. ما فيها بأس نذكر الاخوات والاخوان ديروا جيم، ابوني، بارتاجي. قبل لا نكمل هذه النشره هذه. ان الكاسيطه ديال البولدر عاوتاني تجبدات. فكي تشوفوا كريبتو تويتر فيما مشيتي، اي يوتيوب فيديو، اي كريبتو بوست، فكنلقاو بزاف ديال الناس اللي كيهضروا على البولدر. الكاسيطه تجبدات، ساطوا عليها من الغبره وبداو خشاوها عاوتاني. واش هادشي فريمون مصلح ولا لا؟ غادي نقول لكم اليوم الراي ديالي بكل صراحه، كيف نتوما متعودين من طرفي. كذلك ما فيها بس نذكر الاخوات والاخوان اللي مازال باغيين يتقداو شي لتجر، فحال الوقت راه ما بقاش بزاف. اللي باغي يتقدى شي لتجر فيتواصل معايا بتسويت، سواء عن طريق الانستغرام او لا عن طريق التليجرام. رابط راه غتلقاوه في تويتر ديالي، البوست راه كاين. مرحبا بالجميع. ضربوا دوره في سوق الكريبتو، سيدنا نشوفوا الماركت كاب فين وصلنا. هادو هما اهم الداتا. اول حاجه كنشوفوا سوق الماركت كاب 2.94 تريليون ديال الدولار. زدنا بارابور لاخر مره فاش درت فيها النشره نهار الاثنين. كنشوفوا بان الدومينونس ديال البيتكوين زادت سيادنا، تنهضروا على 63.5. لا نقصات شويه، اخر مره كانت 64%، دابا 63.5%، ولكن مازال طالعه. بالنسبه للدومينونس ديال الايثيريوم 7.4%. البيتكوين سيدنا فات 90 حاليا 94 ألف دولار، هو غادي طالع منه. انه اطلع هذه الموجب به كيف بارطاجيتها مع الاخوات والاخوان في الديسكورد، انه غادي يطلع وتبشرنا بشي اول تايم هاي جديد ديال البيتكوين. من ناحيه ديال الايثيريوم فهو باقي ما فاتش 2000 دولار، 1809 دولار حاليا. هاد 7 ايام الاخرى طالع ب 15%. شي حاجه بوزيتيف ان كنشوفوا الايثيريوم هو تحرك، ولكن بكل صراحه الايثيريوم هو اهم حاجه بالنسبه للالت كوين سيزون. الا ما طلعش الايثيريوم وخصوصا الدومينوس ديالو الا ما طلعتش، فما نعولوش حاليا على شي الت كوين سيزون. ما يعني ما تنبهروش بهذه الخضوريه هذه الى اخره. فانا ما بغيتش نعطيكم شي احلام زائفه ولا شي حاجه بحال هكا. زائد ان اهم فاكتور هذا العام هذا اللي غادي يلعب واحد الدور كنظن من ناحيه ديال الالت كوين سيزون، وهو جيروم باول. الا مشى تنقص الفائده، وكذلك العوامل السياسيه. داك شد لي نقطع عليك اللي غادي نهضروا عليه من هنا شويه ما بين الشينوا والامريكان. الا كذلك داك الشيء تقاد، فراه ربما ديك الساعه غادي نشوفوا واحد الالت كوين سيزون. الا جيت نشوف حاليا الا مشى البيتكوين تبقى مكمل الطلوع ديالو ودار واحد الاول تايم هاي جديد، بين ما هادو كيفاريهم بيناتهم، بين ما جيروم باول ينقص الفائده، ديك الساعه الدومينونس ديال البيتكوين غتنزل، الدومينونس ديال الايثيريوم طلع، وديك الساعه الماني غادا تسويتشي، وديك الساعه غادي نشوف واحد الاول تايم سيزون. انا غير قصرت لكم يعني واحد السيناريو اللي يقدر يطرا باش الناس يكونوا دايرين. فكي تشوفوا الاغلبيه ديال الناس ملي طلع البيتكوين 90,000 فهما بداو تيمشيو ويشريو كاع اللي كان كيف ديما. يعني هذه القضيه هذه كتعاود وتتعاود. ملي كيكون السوق حمر، ملي كيكون العملات كلشي طايحين، الاغلبيه كيبيع بالخساره وكيبانيكي. دابا الاغلبيه اللي باعوا البيتكوين فقدوا 70,000، شافوا بانه فات 90,000، دابا راه مشاو عاوتاني يشريو باش ما يفوتهمش الطريق. وديما هادو اللي كيبداو يسويتشيو ما بين عمله لعمله، يبيع بالخساره ويشوف القضيه وكيطيح في الفم. فالاغلبيه هادو هما اللي كيخسروا فلوسهم. الله يجزيكم بخير، ما تطيحوش في هاد الفخ. من ناحيه ديال الليكويديشنز اللي نشوف هاد 24 ساعه الاخرى فتليكيداو تقريبا اكثر من نص مليار ديال الدولار. تنهضروا على 633 مليار، 633 مليون عفوا. الاغلبيه فيهم طبيعه الحال صحاب لي شورت. قلنا ديك النهار قدرت لي بان لابن انتريس طالع بزاف ديال الناس اللي هما مكسيرين في الفيوتشرز. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كانوا مقمرين بان البيتكوين غادي يزيد ينزد، فهادو كلاو العصا. كنهضروا على واحد 470 مليون ديال الدولار ديال لي شورتس اللي تليكويدات. من ناحيه ديال لي لونغ 162 مليون. من ناحيه ديال الاي تي اف ولا من ناحيه ديال الهيت ماب، هذه القضيه هذه داكشي علاش بغيت نوريها لكم. كنشوفوا بان من ناحيه ديال الشارت ديال 24 ساعه ماركت ميكر، فكاع دوك المناطق اللي كانوا فيها ليكويديشن زون فهو نزل لهم ثمن وطلع لهم ثمن. هذا بالنسبه للشارت ديال 24 ساعه. ولكن اللي نشوفوا الشارت ديال 3 ايام
فكنشوفوا بان واحد المساله مهمه بزاف بالنسبه للاخوات والاخوات اللي كيتفرجوا فينا، باش ما تزعموش وما ديروش السوق في كرشكم. فكنشوفوا بان ماركت ميكر فهو طلع الثمن فوق، ما بقى لا ليكيديشن زون لا حتى حاجه. نشوفوا واحد الزون اللي بدات كتبان لتحت في الناحيه ديال 85,000 دولار من الناحيه ديال الثمن ديال البيتكوين. فراه ربما لما كنعلموش بالغيب، ولكن احتماليه ان الماركت ميكر عاوتاني ينزل الثمن ديال البيتكوين لهاد لا زون هادي، باش نكونوا باش تكون الاخبار في راسكم. الناحيه ديال الاي تي افس شفنا واحد اليوم تاريخي من ناحيه ديال البيتكوين اي تي اف. فدخلت تقريبا بالنسبه للانفلوز، كنهضروا على اليو اس دي، كنهضروا على نهار 22 شهر 4، دخلت تقريبا 912 مليون ديال الدولار، يقربوا يوصلوا مليار ديال الدولار. شي حاجه اللي هي فريمون تاريخيه من ناحيه ديال هاد البيتكوين اي تي اف سبوت اي تي اف. من ناحيه ديال الايثيريوم خرجت الاخبار قال لك بان الاي تي اف سي انفلوز افتر 10 داي دروج از ايثيريوم ريكليمز $1,800. فبعد ما واحد المده طويله للسبوت اي تي اف ديال الايثيريوم ما كانش فيه الفلوس، ما كانش كتدخل ليه الفلوس، كان غير الفلوس كتخرج. فدابا عرف واحد البلوس. حنا غنشوفوا شحال تقريبا الا جينا نشوفوا الاغلبيه، فهو يلاه 38 مليون ديال الدولار اللي دخلات نهار 22/4. فبارابور البيتكوين كيشتو 914 مليون اللي دخلت في البيتكوين سبوت اي تي اف، والايثيريوم سبوت اي تي اف ديال الله دخلوا فيه 38. شي حاجه اللي هي الرقم اللي هو هزيل بزاف. كي سيدنا الاخبار الثانيه اللي عندها علاقه بالبيتكوين، علاش طلع، علاش هاد الخضوريه كاينه، علاش هاد البوزيتيفيتي كاينه بالسوق. بطبيعه الحال كل شيء ملي ديكلارا ترامب بانه ما عندوش واحد يعني الرغبه انه يجري على جيروم باول، فهذا الشيء اللي ديكلارا بطبيعه الحال ترامب. الا جينا نشوفوا هذا الفيديو هذا. Hassett a few days ago said that you and people in the White House were studying this idea of possibly the reports Trump had. No. Do you have any plans on doing that? None whatsoever. Never did. The press runs away with things. No, I have no intention of firing him. I would. كي تسمعوا قال لك سيدنا هادو ما عمرو ما قال شي حاجه. عاوتاني الميديا كيتهم الميديا بانهم هما اللي حرفوا هذه القضيه هذه. هو قال لك ما كانش عنده اوكين انتونسيون، يعني I have no intention of firing him. سبحان الله العظيم. هنا تيقلب الفيستا. ملي خرجت هذه الاخبار هذه بطبيعه الحال ماشي غير سوق الكريبتو اللي طالع، حتى كذلك البورصه. الاس ام بي 500 اي تي اف راليز as Trump says he has no aim of firing Powell. شي حاجه اللي هي فريمون بوزيتيف، ولكن الانترنت ما كترحمش. فإلا جينا نشوفوا حسب التويت ديال الكوبيسي ليتر، ترامب نهار 7 افريل قال لك الفيد شير باول از سلو موفين. هذه رقم واحد. بيسنت هذاك وزير الماليه ما خفت نكذب، 14 افريل قال بان ترامب ادمنستريشن از ثينكين اوف successor of to باول، هما تيقلبوا على البديل ديال باول. ترامب نهار 17 افريل قال بان he will be out there، فهو غادي يخرج يهضر على باول، جيروم باول. ترامب نهار 19 افريل هو قال studying if he can fire Fed chair باول، فهما تيقلبوا كيبحثوا كيفاش يجريو عليه. ترامب نهار 21 افريل فيد شيرمان باول از ميجر لوزر، نهار فاش درت النشره نهار 2. فكيف سمعتوا، واليوم ترامب تيقول لك he has no intention to fire Fed chair باول. فحنوري لكم مع هذا السيد هذا داكشي اللي قلت لكم ما ديروش السوق في كرشكم. واخا تيبان لك الخضوريه دابا ولا شنو، راه تويت من عند هذا السيد هذا يقدر يقلب داكشي كلشي راسا على عقب. نكونوا واضحين. بطبيعه الحال هضر كذلك على الشينوا، فقال لك هو بانه هاد 145% اللي دار على الشينوا ديال الضرائب فهي عاليه بزاف وما غاديش تبقى وما غاديش ينزل الضرائب لزيرو. كيشوف حاليا كيفاش، ولكن قال لك غادي يلقى واحد الحل. ترامب دار يعني من ناحيه يعني واحد يعني قمر بزاف 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 بان الشينوا غتحني الراس. كاين يخرجوا ليه من الجلد ما باغينش يحنيو الراس. حاليا دايرين هاد الجوج هادو بحال دوك واحد الجوج اللي هما ما تيقدروش بلا بعضياتهم، ولكن كل واحد دافع كبير على الاخر. كل واحد ما باغيش قدام الميديا قدام الشعب ديالو انه يقول بانني حنيت الراس الاخر. الشينوا واكله الدق، ولكن واخا كراه
هذاك دافع كبير ميريكان ولا ترامب دافع كبير من النهار الاول اتاك الشينوا والشينوا كتيسحابوا راه الشينوا غادي تحني الراس ولكن هذه القضيه ما طراتش. غادي نشوفوا شكون فيهم اللي غادي يحني الراس. كيقولوا بان في هذا الشهر هذا راه غادي في ماي عفوا غادي يتلاقاو ولكن المهم حنا غادي نشوفوا هاد الجوج هادو الفرق بيناتهم. الرئيس ديال الشينوا فعنده الشعب اللي مساندو شفنا في الشعب ديالو دوك الناس اللي كيبرودويو الحقائب الى اخره في التيك توك اش داروا. ترامب حاليا ماشي كاع الشعب مساندو في هاد المساله هادي. شي وسيدنا الاخبار الثاني اللي عنده علاقه بالشيرمان اوفيسيال ديال الاس اي سي اتكنز، فهو دار اليمين وقدام ترامب دار واحد الخطاب وقال بانه البريوريتي ديالو الاولى حاليا هي الديجيتال اسيت، شي حاجه اللي هي بوزيتيف. هذا السيد هذا راه هضرنا فيه ماشي مره ماشي جوج، فهو ديجا يعني شي حاجه اللي هي بوليش. بطبيعه الحال خرج تيقولوا ليه مايكل سيلر قال بان اتكنز وهو ذا بيست he will be the best for Bitcoin. طبعا الحال ماشي غير البيتكوين كذلك لي زوتر الت كوينز. الا بقاو في اس اي سي كتعرفوا خونا هذا بقيتوا عاقلين عليه ريتشارد هارت مول البولس اكس البولس تشين الى اخره الهاكس الى اخره. فالاس اي سي فهي يعني درابس لو سوت اجينست ريتشارد هارتس كريبتو بروجيكت. فالجادج فهو رفض هذه المساله هذه الدعوه ديال الاس اي سي وحاجه اللي هي بوزيتيف. كيف قلنا الاس اي سي ديجا هي دارت عليهم كاملين كاع اللي دعاتو راه سمحات ليه صالحوا في رمضان داروا العواشر. دابا نوبه خونا في الله ريتشارد هارد باقي ما سمعتش شي ستيتمنت اوفيسيال ديالو. بطبيعه الحال هو فرحان ولكن احنا غنشوفوا واش غادي يرجع. قولوا لي الله يجازيكم بخير واش مازال كاينين معنا المتتبعين اللي مازال عنده الهكس والبولز اكس والبولز دوك العملات ديال ريتشارد هارد واللي ساكريفا هو الايثيريوم ديالو دابا ديك شحال هادي او لا ما بقاوش معنا كلشي باع. شي وصلنا لواحد الاخبار اللي هي ماشي سهله بارطاجيتها في تويتر. الكانتور فيتسكيراد to build 3 billion Bitcoin venture in partnership with SoftBank, Tether and Bitfinex. فهاد التجمع ديال المقدرين فهما داروا بيناتهم واحد الشركه اللي غيسميوها 21 كابيتال. الهدف ديالهم هو يطبقوا نفس داكشي اللي كدير مايكرو استراتيجي او الشركه ديال استراتيجي مايكل سايلر. غادي يبغيو يشريو الماكسيموم ديال البيتكوين بهاد الفلوس اللي جمعوا. تيتر الشركه ديال اليو اس تي تي فهي راه غادي تعطيهم 1.5 مليار ديال الدولار، الاخرين 500 الاخرين 600. ف يعني كل شيء تبارك الله عنده العاقه كل شيء ما كاين غير اللي حبيتي. البيت فينيكس والتيتر هما راه تقريبا راه لا ميم نفس الشركه. الناس اللي قدام في البيتكوين راه غادي يعرفوا اش كان يعني. فهاد القضيه هذه ما نستاهلوش بها. مايكرو استراتيجي من هاد الجهه عندهم اكثر من 500 الف حبه ديال البيتكوين. هادو عام الله شحال غادي يجيبوا ديال البيتكوين تا هما بهاد الفلوس اللي مبروغرامين. غادي تكون واحد المنافسه شي حاجه اللي هي بوزيتيف من ناحيه ديال الثمن ديال البيتكوين. شي سيدنا لواحد الاخبار اللي تا هو مهم اللي عنده علاقه بكريبتو دوت كوم. كريبتو دوت كوم شحال هذه كنت بارطاجيت مع الدراري في الدردشه بان راه هذه العمله ديال هذه المنصه هذه لا يستهان بها. فتتبان لي واحد العمله اللي فريمون انتريسون من بين الديل اللي داروا ابار داكشي اللي كدير منصه ديال كريبتو دوت كوم و ميكا كونفورم بغات دير بزاف ديال التداول ديال لي ستوكس الى اخره. من بين هذه القضيه هذه دارت واحد الديل مع الشركه ديال ترامب ميديا تو لونش ا سيريز اوف اي تي افس in new partnership with crypto.com. فهاد المسألة هذه هي بوليش فهم داروا الدين معهم وبغاو ترامب ميديا يعني هاد الشركة اللي تابعة الرئيس ديال الامريكان هما بغاو يبيعوا تما بزاف ديال الاي تي افس برودوي اي تي افس ديالهم اللي غادي يكون ديالهم في هاد المنصة هذه. شي حاجة اللي هي بوزيتيف بالنسبة للناس اللي شارين العملة ديال crypto.com. فيها بس ديك النهار هضرت على الزوره اليوم خرج الكليم. المهم اللي بغى يمشي كليمي اللي شارك شحال هادي في الزوره يمشي يقلب راه خرجوا الكليم اوفيسيال. بطبيعه الحال هادو هما الشروط ليجيبيليتيز. فشحال ما خسرتي ديال الاي تي اف ديال الايثيريوم الغاز شحال ما يعني الكوليكسيون اللي بعتيها وربحتي شحال ديال الايثيريوم البوست المين ستريت الى اخره الى اخره. الاغلبيه ديال لي زانفلونسور اللي كانوا اكتيف هاد المساله دي فهما اللي غتلقاوهم داروا بزاف ديال الفلوس. من ناحيه ديال عبدكم الضعيف فهو كي تشوفوا ربحت يعني جاتني 3 ديال الحبات ديال الزوره في البري ماركت كان 3 سنتيم ما عرف شحال الثمن ديالها دابا
كي تشوفوا فاينلي اي ام ريتش. ما عليناش يوصلنا لواحد الخبار اللي هي انتريسون فريمون انتريسون، وهي ديال ترامب ميم كوين سيرج اوفر 70%. كنهضروا على العمله ديال ترامب. علاش؟ because after exclusive dinner announced. فترامب سيادنا اوفيسيالمون كيعرض على توب هولدر ديال العمله ديالو ديال ميم كوينز ترامب. المهم الا جينا نتوقفوا فكنشوف من ناحيه ديال الماركتينغ فهاد القضيه هذه فريمون انتريسونت باش نكونوا واضحين. ابار ان رئيس الولايات المتحده الامريكيه عنده ديك الشيت كوين ديالو وباش يبامبيها عاوتاني، فهو دار بواحد الطريقه المهم شيك تري شيك، عارض على الناس اللي تيهولديو اللي غادي يهولديو يعني الطوب ديال الهولدرز ديال العمله ديالو. داكشي علاش العمله طلعت ب 70% انتريسون. فكل واحد اللي عنده ربما معنا شي واحد اللي هو التوب هولدر ديال هذه العمله هذه فراه يمشي يدخل يترون اونريجيسترا. بريزيدنت دونالد ترامب هات هيز برايفت ممبر اونلي كلوب ان واشنطن دي سي، فهو غادي يعرض على الكلوب ديالو بريفي. 220 واحد ديال ترامب هولدرز هو اللي غادي يعني غادي يتعرض عليهم لهاد الكالا هادي لهاد الدينر. كاينين بطبيعه الحال الشروط. كاين واحد الشرط ديال خصك تكون شاري هاد العمله هادي من واحد المده. فهنايا كنشوفوا التوب هولدر 21 هما قال لك سيدنا فين كاين هنايا الشروط انك خصك تكون شاري العمله من ديتايز من هادينا. فين هو بانت ليا قبيله كاين from April 23 يعني من 23 ابريل من اليوم حتى الماي 12 ماي. الافريج هولدينغز during this period will determine your ranking. فصا ديبون شحال انت ديال العمله عندك من اليوم حتى ل 12 ماي. قد ما كتشري واحد الكم كبير قد ما مولدي واحد الكم كبير فانت غادي تكون من التوب هولدرز وغادي يكون عندك الحق انك تعرض ولا تونجسترا في هذه القضيه هذه. كاين كذلك واحد البونus اللي داير 25 توب هولدرز يعني التوب 25 will be invited for an ultra exclusive private VIP reception with the president and separately by us to a special White House tour. فكي تشوفوا الناس اللي هما التوب 25 غادي يتلاقاو مع ترامب، غادي يجيو قبل من الحفله غادي يتلاقاو مع ترامب يضربوا التصويرات وغادي يديروا لهم واحد التور في الوايت هاوس. وعاد ديك الساعه غادي يبدا الكالا يعني العشاء. عملاو واش غيدير لهم السفه والدجاج واللحم ولا اش غادي يديروا؟ جبال لكم قولوا لي الراي ديالكم. واش غادي يدير لهم ترامب في العراضه ولا غادي يدير لهم بسطيله؟ وحنا غنشوفوا بعدا العمله ديال ترامب حاليا $13 غادا تطلع. يعني شفت قبيله التوب هولدرز نشوفوا حنا فينا ما التوب هولدرز ديالهم. فكان قبيله تقريبا شي 222 ألف واحد، واللي بان ليا قبيله شي حاجه اللي هي انتريسونت. تقريبا خص بنادم يكون عنده مينيموم واحد مليون ونص ديال هاد العمله هادي باش تكون في التوب هولدرز ديال ترامب. يعني 1.5 مليون. فاحنا غادي نشوفوا هاد القضيه هادي واش غادي تسلكهم ولا باش بنادم يقدر. فهنايا الليدر بورد رقم 1 كيس فهو VIP عنده تقريبا 322 ألف. تنهضروا على 3 مليون اكثر من 3 مليون و400 ألف دولار ديال هاد العمله ديال ترامب هادي. فانتريسون ثمن كواحد كتريد بزاف غادي يكونوا كيسبيكولي ويشريو العمله ولا كانت عندهم العمله رخيصه غادي يعرفوا كلشي باغي يمشي عند البريزيدون يتعرض غادي يشريو بالثمن يطلعوا البامبي بالثمن. بطبيعه الحال حتى ترامب راه جات واحد لا لوكاسيون راه غادي يدامبي. هذه الفرصه خدمه نقيه. ديك النهار تالوكات واحد الكم كبير ديال العمله ديال ترامب هما داروا لهم دابا هاد المناسبه باش الناس يمشيو يدفقوا يمشيو يشريوه وترامب غادي يبيعو ثاني بالربح. تحيا الماركت مانيبيوليشن. فكانت هذه هي النشره المسائيه ديال اليوم الاربعاء. كنتمنى انكم استفدتوا منها. ما تنساوش ديروا لنا لايك كومونتير بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وكتبوا لي التعاليق ديالكم نقراها كل وحده كنضرب لكم موعد في الحلقه المقبله ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم تصبحوا على خير سيدنا وكيف ديما الله المعين.